بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصفتنا النهاردة من مسموحات نظام الطيبات: السمان المحشي بالرز والكبد والقوانص. جبت السمان غسلته ونقعته في مية وملح ودقيق وسكر لمدة ساعة. بعد كده طلعته شطفته وسبته لما صفى ميته. بدأت أعمل التتبيلة اللي هيبات فيها. عندي بصلة كبيرة بيضة ورشة جوز الطيب، ربع معلقة كركم ومعلقة كبيرة ملح مبهر، وهخلطهم كده مع بعض كويس جدا. انا عندي 5 سمانات، ولكن اللي صورتهم معاكم ال3 دول بس، والاتنين التانيين عملتهم بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. السمان انا مسكته كده ورقته، فصلت الجلد عن العظم عن اللحم بمنتهى السهولة كده بصباعي، وقطعت الجزء اللي ورا ده عشان الزفارة. وهبدأ كده اتبل السمان. طبعا عظمة الصدر انا كسرتها، بتضغطي عليها كده ضغطة بسيطة، طبعا السمان ما بيستحملش، فبتضغطي على عظمة الصدر كده ضغطة بسيطة بايدك علشان السمانة تتفرد معاكي وتبقى جميلة. وبتيجي برضو من سلسلة الظهر كده وبتضغطي عليها 3 ضغطات فوق ونص وتحت، والسمانة كده العظم بتاعها بيتفرد معاكي وبتبقى سهلة جدا، وانت بتحشيها كمان بيبقى شكلها جميل زي ما شفتها في اول الفيديو. بدأت كده أتبل السمان من جوه وبره وفوق الجلد وتحت الجلد. أهم حاجة التتبيلة دي توصل لكل جزء في السمانة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا كده بقولك أنا ضغطت عليها كده، والسمانة العظم بتاعها بيتكسر على طول، ما بتستحملش خالص لأن عظمها طري. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. بدأت كده خلاص اهو بخلص التتبيلة، والتتبيلة دي هبيت فيها السمان لتاني يوم في التلاجة. جبت الاستريتش راب كده، واهم حاجة انك تقفله كويس جدا على السمان علشان ريحة التتبيلة ما تطلعش في التلاجة. لو انت هتحطها على الرف بتاع التلاجة، انا حطيتها كده في الدرج اللي في التلاجة لتاني يوم. طبعا السمان اكله خفيف وصحي جدا ومفيد، ومن مسموحات نظام الطيبات. تاني يوم كده طلعت السمان وجبت بصلة مبشورة، انا بشرتها ناعم، وجبت الكبد والقوانص بتاعه السمان قطعتهم كده والقلوب، وهنبدأ نعمل الخلطة بتاعه الرز. حلة على البوتاجاز، اول ما سخنت كده نزلت فيها بمعلقة سكر، ودي اللي هتعمل لي اللون البني اللي شفتيه في اول الفيديو. اول كده السكر ما هيتكرمل هننزل عليه بالمادة الدهنية، الزيت والسمنة. نزلت كده عليه بالزيت وبياخد تقليبة كده، وبعد كده هننزل بأول حاجة بننزل بيها هي القوانص، لأن القوانص بتاخد وقت شوية في التسوية عن الكبد، فهننزل بالقوانص الأول. هبدأ كده أقلبهم تقليبة كويسة مع بعض. طبعا الرز أنا عندي 1.5 كوب رز، غسلتهم كده وصفيتهم من ميتهم علشان الحشو. نزلت كده بالقلوب وبعد كده بالكبد، هقلبهم تقليبة كويسة جدا. ونزلت بالبصلة المبشورة، البصلة دي انا بشرها كده مش ناعم قوي على الناحية الخشنة التانية. اول بس ما بيبقى لونها شفاف كده، احنا مش هنديها لون ولا حاجة، عايزين بس لونها يبقى شفاف. تقليبة كويسة كده زي ما انت شايفة قدامك. ونزلت بمعلقة كبيرة كده كزبرة ناعمة، بتدي ريحة وطعم جميل جدا للحشوة بتاعت السمان. خلاص كده هنزل بالرز وهقلبه تقليبة كويسة جدا، وفي الوقت ده طبعا عندي مية بتغلي عشان انزل بيها على الرز ده. اهم حاجة تقلبي الرز كده مع الكبد والقوانص كويس جدا والبصل، والرز بيبدأ ياخد اللون البني بتاع الكرملة السكر زي ما انت شايفة كده. حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى منك متابعة القناة ولايك وشير وتعليق جميل منك،
بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا كده نزلت بالمية المغلية، وهبدأ كده. أنا طبعا مش هسوي الرز ده هيبقى نص تسوية. أول ما هيشرب ميته كده هبدأ أخد منه الحشوة بتاعة السمان. خلاص كده أنا هغطيه لحد ما يشرب كل ميته. جبت كده السمان وبدأت أطلعه من التتبيلة. الرز طبعا الحشوة كانت فردتها كده في طبق بردت، وهبدأ أحشي السمان بالراحة وبالهدوء كده. أول ما ببدأ من الرقبة، كأنك بالظبط بتحشي ممبار. بتبدأي كده بالراحة، بتفردها بين صوابعك، وبتبدأي تزقي الحشو كده بصباعك بمنتهى الهدوء، علشان طبعا جلد السمان رقيق وبيتقطع على طول. دي أسلم طريقة إنك تحشي بيها الجلد فوق اللحم. بتحشيه من عند الرقبة. لو حشيتيه من تحت الجلد ده بيتقطع، انما كده دي اسلم طريقة. بتبدأي تضغطي عليه زي ما انت شايفة قدامك كده، ضغطة بسيطة اهي كده الحشو بينزل تحت الجلد فوق اللحم كده بمنتهى السهولة، ومن غير الجلد بتاع السمان ما بيتقطع ولا بيجراله اي حاجة. كل ما بتحطي شوية حشو في الرقبة بتبدأي تضغطي عليهم كده لتحت بإيدك بمنتهى الهدوء زي ما انت شايفة قدامك كده، وبتبداي تكملي حشو الرقبة عادي خالص. بعد كده اهم حاجة بس الشغل يكون بهدوء خالص، علشان جلد السمان ما بيستحملش. خلاص كده انا حشيتها، بدأت كده اكتفها. انا كده حشيت الجلد تحت الجلد، لسه بقى هحشي السمانة من جوه برضو بمنتهى البساطة. لو الجلد اتقطع معاكي عادي بتخيطيه وبيكون شكله جميل، مفيش اي مشاكل لو هتسلقيه. انما لو الجلده اتقطعت كده وانت هتعمليه على البوتاجاز هو مش هيجراله حاجه. في الخياطه برضو بتخيطي بهدوء علشان الجلد ما يتشدش ويتقطع معاك. بدأت كده احشي السمانه من جوه بمنتهى الهدوء زي ما انت شايفه. طبعا احنا بنكترش الحشو عشان السمان ما يفرقعش مننا. انا خلصت كده اول واحده هيت، هبدأ كده احطها واجيب التانيين اعملهم بنفس الطريقة. عملت الخمس سمانات بنفس الطريقة كده. دي برضو حشيت فوق الجلد بنفس الطريقة من عند الرقبة، وبدأت احشي السمانة كده من جوه الحشو العادي بقى اللي احنا بنحشي بيه. ودي الصينية اللي هسوي فيها السمانة على البوتاجاز. جبت كده بصل وجزر وفلفل. الفلفل ده بارد مش حامي، وهبدأ كده ارص السمان جنب بعضه. دي اخدت 3 سمانات، والتانية الصينية الصغيرة عنها اخدت 2. بشيل كده الرز من على السمان وحطيتها، وكنت نسيت اكتفها فبرجع اخدها تاني واكتفها. شلتها كده وكتفتها، رجعت كده الجوانح بتاعتها ورا الظهر، وحطيت التالتة جنبهم. وفي الوقت ده عندي مية بتغلي برضو على البوتاجاز. هنزل كده بالمية المغلية. بتحط حوالي كوباية لكوباية الا ربع كده مية، علشان دي اللي بالسمان بيستوي فيها. متكتريش اكتر من كده مية، والسمان ما بياخدش وقت خالص. وبمجرد اللحم بتاعه بقى بيكش كده والعظم يظهر بيبقى السمان خلاص كده استوى معاك. ما تغيبيش عليه علشان ما يتهريش او يفرقع منه. حطيت كده المية، وفي الوقت ده بقى انا هجيب ورق فويل كده اغطي بيه، او صينية او غطا اي اللي موجود عندك هتستعمليه عادي جدا مفيش اي مشاكل. غطيت كده الصينية وهحطها على البوتاجاز من فوق. احنا مش هنسويه في فرن ولا هنسلقه في مية. انا هحطه كده على البوتاجاز من فوق وما بياخدش وقت وبيستوي على طول. هنا كده السمان كان استوى معايا. هبدأ كده بقى ادهنه سمنة علشان ادخله تحت الشواية ياخد اللون الجميل اللي شفتيه معايا في اول الفيديو. ادهن كده السمان، انا دهنته كده من فوق من وشه، وهبدأ اقلبه كده علشان انا ادخله الاول ياخد لون من الظهر. فهبدأ اقلبه وادهن الظهر بتاعه.
هنا كده قلبت السمان على وشه علشان ادهن الظهر. واول حاجة ياخد لون بتاعها هو الظهر، ياخد اللون الاحمر الجميل، وبعد كده نبقى نطلعه ونقلبه تاني. دخلته كده تحت الشواية، وطبعا اخد اللون الظهر اهو. هبدأ اقلبه كده. انا كنت بقلبه بالماسك ده، بس لقيت الماسك هيفتحه، فلقيت الحكاية مش مستاهلة. حاولت كده اقلبه بايدي عشان انا عايزاه يفضل متماسك كده لاخر لحظة. كده هدخله تحت الشواية ياخد اللون التاني، وهبدأ كده اجهز الطبق اللي هقدمه فيه. السمان اتحمر ما شاء الله جميل زي ما انت شايفاه. ما شاء الله لا قوة الا بالله، في منتهى الجمال. وهنا كده كنت مش عارفة امسكها جامد فكسرتها كده. فتحت السمانة زي ما انت شايفة، السمان سخن جدا. فتحتها كده بالراحة، وما شاء الله شوفي الخلطة قدامك مفلفلة وجميلة ازاي. الحشو بتاع الرز مفلفل وجميل، وطعمه وريحته ما شاء الله لا قوة الا بالله. ودي كانت اول غدوة لنا على نظام الطيبات. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، واترككم في رعاية الله وامنه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك يا حلوين.